النهارده هنتكلم عن حاجة جديدة جدًا اسمها الrefresh token. فكرة الrefresh token إيه وإزاي نستخدمها؟ ببساطة خلّينا نقول إن أنا دلوقتي باستخدم الtoken العادية الGWT token علشان أنا باكريت token للuser. الtoken ده بيقدر من خلاله بدل ما بادّي الdata بتاعة الuser كده عادي وبامشي بيها في الapplication، لأ أنا باستخدم GWT token. الGWT token ده بيخلّيني أقدر أسerialize الID بتاع الuser، وباعمل زي temporary كده ID باقدر أمشي بيه في الapplication. وGWT token بيبقى ليه مدة صلاحية أو مدة expire معينة، ومدة الexpiration بتاعته ديّة بتنتهي. طيب جميل. طيب إحنا هنا في المشروع عاملين إن مدة الexpire بتاعة الGWT token بتكون لمدة 10 دقايق. طيب إيه اللي بيحصل يا ترى بعد ما ال10 دقايق دي بتخلص؟ ببساطة التوكن بينتهي، فبالتالي الاستخدام بتاعه مش هيكون صالح. طيب إيه اللي هيحصل وقتها؟ هيعمل ببساطة تخلّي اليوزر يروح يعمل تسجيل دخول تاني. طيب كuser experience دي حاجة مش لطيفة جدًا إن أنت تخلّي كل 10 دقايق تخلّي اليوزر بتاعك يعمل تسجيل دخول مرة تانية، تسجيل دخول مرة تانية. طيب إيه الحل الأحسن؟ هي فكرة الrefresh token. فكرة الrefresh token بتعمل إيه ببساطة؟ بتروح تعمل token جديدة create access token جديدة لليوزر بدون ما يخلّيه يعمل تسجيل دخول مرة تانية. طيب عشان نعمل حركة زي كده، أول حاجة إحنا هنعمل table اسمه الuser، وهيكون فيه الحاجات بتاعة الuser، وهيكون عندنا table تاني اسمه fish token. table fish token هيكون فيه الID بتاعه، الtoken والuser ID والexpires بتاعته والuser بحد ذاته، كل حاجة ليها علاقة بالuser. وهنعمل migration نضيف فيها الtable ده ونعمل update للdatabase. طيب حلو جميل، عملنا الموضوع ده، خلينا نروح للtoken service نبدأ نشتغل عليها. أول حاجة هنبدأ بيها هنقول له أنا عايز أgenerate refresh token. أنا عايز أعمل token كده رقم يدوي، فباعمل random bytes between 32 وباكريت generate number، بعد كده باحوله لstring. طيب جميل، بعد كده هابدأ بقى أكريت الrefresh token بتاعتي. طيب الrefresh token طبعًا بيكون عندي الidentity user الmethod ديّة لمّا آجي آكلها في الcontroller هاكل وأدّي الuser فيه as a parameter وأبدأ أستخدمه. جميل، جميل. طيب بعد كده باجي هنا باقول له لو الuser مش موجود قُل لي الuser مش موجود وادّي null check، وهنا باعمل var token بgenerate الstring number اللي إحنا عملناه فوق في الmethod. بعد كده باجي هنا باعمل fish token بادّي الtoken الجديدة بتاعتي الuser والuser.id اللي إحنا خدناه من الparameter والexpires، وهنا باخلّي الexpire أزيد من الexpire بتاع الtoken، فباخلّيه هنا بعد 7 أيام مش بعد 10 دقايق. فبالتالي الfish token بتقعد مدة أطول، فبالتالي أنت ببساطة أنت تخلّي الtoken اللي هي بتقعد 10 دقايق تفضل شغالة وبتكرّيت كل شوية token جديدة لمدة 7 أيام لحد ما الfish token تموت وتكرّيت الfish token جديدة. وهنبدأ نشوف هنعمل الموضوع ده إزاي. وفي الآخر هنباصي للuser الجديد. وهنا باقول له try اعمل لي add لfish token database save changes، وهنا باستخدم logs، وفي الآخر بارجّع الtoken وrefish token expire. تمام. طيب نروح هنا للuser controller. هاجي أنا هنا مثلًا في الsign up بعد ما أعمل عملية الsign up بتاعتي والuser create. أول حاجة بنيجي هنا نستخدم الgenerate GWT token بنكريت الtoken بتاعتنا عادي جدًا، وفي نفس الوقت بنكريت refresh token. طيب خلينا نتست ده. نروح هنا للsign up، أدي هنا مثلًا أدّي له أي اسم وليكن مثلًا خالد، وهادّي لي هنا إيميل خالد@gmail.com، وهادّي له مثلًا أي باسورد مثلًا حاجة زي كده، وهاقول له send. هنا تمام، ادّاني قال لي الaccess token بتاعتك أهيّة، وأدي الrefresh token بتاعتك أهيّة، وأدي الexpire بتاعة الrefresh token في التاريخ ده. جميل. طيب هنيجي نمشي بقى على السيناريو بتاعنا. طيب والله بعد 10 دقايق دلوقتي الtoken بتاعتي خلصت، تمام، وأنا عايز أكريت token جديدة وأجيب الrefresh token القديمة وأكريت بيها token جديدة access token جديدة وrefresh token برضه جديد. فببساطة هاجي هنا أعمل method تاخد مني string بيكون فيه request اللي هو يكون فيه الrefresh token القديمة،
هقول له والله تشيك، انا عايز تجيب لي اليوزر عشان انا هستخدمه عشان اكون بيه اكسس توكن جديده، وعايز برضه في حاله ان الريفريش توكن اللي جاي لك في ريكوست ايكوال التوكن اللي موجود. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هقول له هنا بتشيك لو والله لو والله التوكن اللي جاي دي الاكسبير بتاعها عدى، او التوكن فيش توكن اللي جاي دي بنضل اصلا، اقول له هنا لا، فيش توكن ديت اكسباير ما اقدرش استخدمها. طيب وبعد كده طب لو هي تمام الاكسباير بتاعتها لسه ما عداش وجايه لي الداتا فعلا، بس هقول له هنا كريت لي خلاص اكسس توكن جديد، وهنا بقى عدل لي اعمل لي ابديت للريفريش توكن وادي لي فيها الريفريش توكن الجديده، وحط لي الاكسباير دي الجديد بعد 7 ايام جديده، وفي الاخر اديني ريتيرن للريسبونس ده. ونيجي هنا نعمل كول للميثود ديت هنا، وبقول له هنا عندك هنا فروم بادي عندك ريفريش توكن ريكوست. ريفريش توكن ريكوست ديت كلاس انا كريته هنا بياخد مني سترينج ريفريش توكن. جميل جميل. بعد ما بنخلص بقول له هنا التشيكس اللي انا عايز اعمل لها. بعد كده باجي هنا اقول له نيو توكن، التوكنز اللي هتجي لي بكول فيها السيرفيس، وبديها السترنج اللي انا هديله في البادي. بعد كده خلاص بعد ما بخلص كل حاجه تمام بيديني ريسبونس، الاوثر ريسبونس برجع له فيه النيو اكسس توكن والنيو ريفريش توكن، وفي الاخر برتين الريسبونس ده. طيب هنيجي نتست هنا، نعمل بوست، نيجي مثلا نديله التوكن اللي احنا خدناها في الساين اب، ادي دي ريفريش توكن، اخدها هنا كوبي، واطلع هنا اروح لي الاند بوينت بتاعت الريفريش توكن، واجي ادي هنا اجي احطها له. طيب واجي اقول له هنا سند. اول ما دوست هنا سند عمل لي اكسس توكن جديده وعمل لي ريفريش توكن جديد. فبالتالي انا طول ما انا شغال مش بخلي اليوزر يلوج اوت، في نفس الوقت بكريت له كل شويه لوج ان جديد. طيب تسالني سؤال دلوقتي، انت يا احمد عملت لي تو اند بوينتس، الاند بوينت اللي بتكريتها لي لما خلاص انا بعمل لوج ان وساين اب، واند بوينت اللي هي الريفريش توكن ديت بتتكريت في حاله لو انا التوكن انتهى. طيب التوكن اللي هي بتاعت الريفريش توكن ديت اللي هي بتجدد لي بقى الاكسس توكن بتاعتي هحطها امتى؟ مش انت هتقول لي مش المفروض ان هي تكون شغاله في باك جراوند جوب مثلا عشان تكون اوتوماتيك اول ما يقرب الاكسس توكن ينتهي؟ لا، انت هنا كدورك كباك اند انت مش دورك ان انت تهندل حاجه زي كده. ليه؟ لان ممكن يحصل اكسبشنز في حاجات كتير مختلفه. افترض مثلا ان النت قطع عليه في حاجه زي كده، او يعني حصل ايرورز مختلفه او سيتويشنز مختلفه، فانت مش هتقدر حاجه زي كده، حاجه حساسه زي كده ان انت ممكن تعمل في كباك جراوند جوب، ممكن يحصل فيها اكسبشنز انت ما كنتش تتوقعها من ناحيه نت، من ناحيه استخدام، من ناحيه ان هو ممكن يكري الفيش توكن هو مش هيستخدمها اصلا، حاجات زي كده. فالافضل اللي هي ان انا اعمل ايه؟ الافضل ان انا هعمل اند بوينت بسيطه جدا هديها للشخص بتاع الفرونت اند، هقول له ببساطه هتعمل انت اف كونديشن عندك لما يجي تعمل ان التوكن بتاعت اليوزر اللي انت بتستخدمها انت اكسبايرد، هتاخد الريفرش توكن اللي موجوده اللي بتجيلك في اللوج ان، وبتروح تعمل ايه؟ بتروح تعملها لي، تروح تنادي على الاند بوينت ديت وبتكول الاند بوينت جديده. انت استخدمت كده البيست براكتس بتاع الاند بوينت. طيب هتيجي تسألني طيب ايه اللي ممكن اعمله؟ طيب تاني انا ممكن اعمل ببساطة احيانا لما انا بكريت ريفريش توكن، مثلا لما اجي انا هعمل انا ساين اب مرة كمان، او خلينا نعمل لوج ان اكتر من مرة لنفس اليوزر، هتلاقي ان اللي بيحصل ان هو كل مرة ادي مثلا ده الايميل وده الباسورد. حلو، لو انا جيت اخدت الايميل واخدت الباسورد ده، هو عايز يعني اليوزر نيم مش مشكلة، هنا ده تمام، وهنا دوست سند، هتلاقي كل مرة هو بيكريت لك ريفريش توكن جديدة وهيكريت لك لوج ان جديده، توكن جديده. فبالتالي كل ده شويه هتلاقيه بيسمى عندك في الداتابيز، وهتلاقي كل ده من نفس اليوزر اي دي، يعني شايف نفس ان اليوزر اي دي بقى عنده كام ريفرش توكن؟ 1 2 و3. طيب حاجه زي كده انت اخر واحده اساسا بتستخدمها از ريفرش توكن هي اخر واحده منطقيا. طيب ايه الافضل؟ انك انت هتعمل بقى الباك جراوند جوب ان هي تشتغل على ده، انك انت تشوف الليتست وتمسح اللي قبل الليتست لنفس اليوزر اي دي. فبالتالي هتخلي كل مره ان اليوزر اي دي ليه واحده فقط، ليه واحده فقط.
تمام. دي هنا انت ممكن تستخدم ال انت هنا ممكن تستخدم الريفريش توكن للحالة ديت. تمام. اتمنى يكون الشرح عجبكم، واتمنى يكون التوضيح للريفرش توكن واستخدامها بقى سهل بالنسبه لكم وبقى واضح. ان هو ببساطه كده هو تجديد للاكسس توكن عن طريق انك انت بتعمل توكن تانية بتقعد مده اطول مش اكتر، بيكون محتفظه بالداتا بتاعت اليوزر. ولما بتيجي الاكسس توكن الاساسيه تخلص، فالتوكن اللي انت محافظها على جنب ديت تروح مناديها، تروح مكريتها لك التوكن الجديد اللي هتبدا تستخدمه في المشروع. بمعنى صح كده، هو بيكون الشخص اللي حافظ الداتا بتاعتك زي باك اب كده ليك، وبتحتاج وقت ما انت بتكون بتخلص. تمام. اتمنى تكون الفكره عجبتكم جدا، اتمنى تكون الفكره وصلت لكم بطريقه سهله، وشكرا جدا لكم على مشاهده كل الفيديو. السلام عليكم.